المكونات الأساسية: 2 كوب فسدق حلبي مقشر وغير مملح. 1 ملعقة كبيرة زيت محايد مثل زيت العنب أو عباد الشمس اختياري للقوام الناعم. رشة ملح لتبرز النكهات. اختياري للحلاوة ملعقة كبيرة عسل أو سكر بودرة. خطوات التحضير: 1 تقشير الفستق للحصول على لون أخضر زاهي. فإذا أردت اللون الأخضر الفوسفوري الرائع تتابع هذه الحيلة: ضع الفستق في ماء مغلي لمدة 3 دقائق. صفه وضعه في ماء بارد فورا. افرك القشور الخارجية بيديك. ستخرج الحبة الخضراء بسهولة. ملاحظة: يجب تجفيف الفستق تماما في الفرن لمدة 5 دقائق قبل الطحن. 2 التحميص الخفيف حتى لو لم تقم بالخطوة السابقة. حنصة: الفستق في مقلاة على نار هادئة لمدة بين 5 إلى 8 دقائق. هذه الخطوة تخرج الزيوت الطبيعية وتجعل الطحن أسرع. 3 عملية الطحن الصبر هو المفتاح. ضع الفستق في محضرة الطعام فاعد براس سرعة. ابدأ بالطحن. سيتحول الفستق أولا إلى بودرة ثم إلى عجينة متكتلة. استمر في الطحن وكشط الجوانب كل دقيقة. بعد حوالي بين 5 إلى 10 دقائق ستخرج الزيوت ويتحول الخليط إلى زبدة سائلة وناعمة.